بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رحمة المهداة والنعمة المسداد حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لستم محتاجين أن نذكركم أن فلسطين هي قضية الأمة كلها. هذا عمر بن الخطاب عندما فتحها إذ به بإذن الله تعالى يكتب عهدته العمرية بأن فلسطين وقف على المسلمين إلى يوم القيامة، بل هي آية في كتاب الله، بل هي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. إذن فهي قضية أمة رسول الله، قضية بين أحضان المسلمين. أي مسلم يفرط في الوقوف معها ومع من يقف بصدق لتحريرها والدفاع عنها سيلقى الله تعالى وقد ارتكب إثما عظيما، فنسأل الله العفو والعافية. هذه الأولى. ثانيا، لا يقف مع الحق في زمن كثر فيه الباطل إلا القليل. يا الله! وإن قضية فلسطين هي قضية عقدية يقف معها من كانت عقيدته قوية ويخاف الله ويخاف الوقوف بين يدي الله في ساحة قاضيها الله، يسأله ما الذي صنعه مع إخوانه الآن الذي يستنجدونه. وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فلا ينبغي أن يخذلوا. فمن خذل مسلم في موضع كان يجب أن ينصره، إلا خذله الله في موقف كان يحب نصرته. يا الله! فكما تدين تدان. هذه الثانية. ثالثا، تقول لي بما يمكن أن أنفع إخواني وأن أقف معهم. يا أخي، كل يمكن أن يقف مع القضية حسب استطاعته، حسب ما يتقن، حسب ما عنده من إمكانيات فكرية، إعلامية، سياسية، دبلوماسية، اقتصادية، كل ما تملك من أوراق وتستطيع على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الدولة أو العالم الإسلامي أن يقوم به. فإن المسلمين ملياري مسلم، لكنهم في هذا الزمان، زمن الباطل غربة الدين، غثاء كغثاء السيل. لا إله إلا الله. رابعا، إننا شاهدنا من هؤلاء الذين خانوا القضية الفلسطينية كثير من المعممين الذين عياذا بالله يقدحون في المسلمين وفي المجاهدين ويصفونهم بأوصاف نسأل الله العافية. حتى قال أحدهم حينما سئل: أي يخدمكم أكثر؟ قال: علماء المسلمين. قال: كيف؟ قال: لأننا نفعل في أمتهم ما نفعل، فيأتون لكي يسموا المظلومين عندهم بالخوارج، فيقومون والعياذ بالله بتنويم وتخدير الأمة لكي نقوم نحن بتجزيء ما نشاء دون أن يشعروا، لأن العرق الحي فيهم علماؤهم. هذا الصف من العلماء الذين يثبطون ويخذلون ويعوقون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففي هذا الزمان حينما حتى بعض العلماء قاموا والعياذ بالله بالانبطاح لهذا الباطل الفاجر الذي يعلو في زمن غربة الدين، نجد لاعبين يا أخي، ولاعبين في كرة القدم، وهي اللعبة الأشهر على مستوى الجمهور. لاعبين قاموا بالوقوف موقفا شجاعا جريئا مباركا طيبا، وقد تحدثنا عن ذلك الذي كان يلعب في الدوري الألماني وكيف حكم له بعد ذلك بمليون وسبعمائة ألف يورو، أهدى منها 500 ألف يورو لأبناء فلسطين، ليتامى فلسطين، وقال: أنا سأظل هكذا. وشكر الفريق كما قلت عن شيئين: الشيء الأول هو المال الذي أعطي له لكي يقدمه للمظلومين من يتامى فلسطين، والثانية لأنهم مكنوه من إشاعة خبر فلسطين لكي تكون بإذن الله معروفة، فقد أعانوه على تعريف بقضية المظلومين. يا الله يا الله! وفي هذه الأثناء امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي لرجل آخر من هذا الصنف ومن هذا الطراز، ولا يخلو أبدا أي مجال من رجال يقفون مواقف عظيمة مع الحق حتى ولو كلفهم ذلك ما كلفهم. إنه حكيم زياش لا بد لي أن أقف معه وقفات قبل أن أتحدث عن هذا الموقف. أولا، زياش معروف جدا ببره لأمه، ولقد رأيت في كثير من الفيديوهات كيف يقبل يدها وكيف ترفع يديها دائما تدعو له، فلا يتركها أبدا. وهذا إن شاء الله تبارك مما يحسب له
فإن أعظم ما يتقرب العبد إلى الله بعد توحيده بره بوالديه، فوالده مات رحمه الله، ووالدته الجنة تحت أقدامها، أمك 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 ثم أبوك. هذا يحسب له، وهو قدوة لكل الشباب. يا الله. ثانيا، هذه المسألة الثانية، هو ممن يحافظ على الصلوات كما نرى. ثالثا، وهذه المسألة المهمة جدا جدا جدا، لم يرى أبدا في موقف مع امرأة عارية أبدا، فهو مثال الشاب الطاهر النقي الذي لا يخضع للشهوات، ولا تغريه أبدا تلك الحياة المنبطحة المتحللة من الأخلاق التي تداس فيها القيم. وقد رأيت مع إحدى المشهورات أرادت أن تسلم عليه، فقام بالانسحاب بطريقة مباركة طيبة سلسة جميلة، حتى تحدث الجميع على أنه إنما يستنكف كما قالت تلك، تعرفون. فهذا يحسب له. كل هذه إنما هي نابعة من تدينه، من طيبة شخصه. رابعا، ما يذكر عن الأعمال الخيرية التي يقوم بها، فإني سمعت وعلمت من مصادر شتى، خاصة وهو من المنطقة الشرقية. سمعت لأنني أعرف هذه العائلة، عائلة زياش من أحفير، ومن هذه الجهة إن شاء الله تبارك وتعالى. سمعت بإذن الله أنه يقوم بأعمال خيرية في السر، ولا أكتمكم وأخفيكم أن أعمالا طيبة قام بها. لا إله إلا الله. رابعا، إذن فهو قدوة في الخير، وهو مشهور، والشهرة لا تبتغى لذاتها، إنما الشهرة عطاء رباني. لا ينبغي أبدا للشهرة أن تجعلك تغتر وتعجب بنفسك، ولكنها عطاء رباني لينظر الله تعالى أتشكر أم تكفر. فالرجال يستثمرون شهرتهم، جاههم، سيادتهم، يستثمرونها في خدمة دينهم، في خدمة أمتهم، في خدمة قضاياهم. ولذلك فنعمتي نعمتي كما قلت، نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح. فنعمة الشهرة لمشهور يستغل شهرته في خدمة قضايا الأمة، وخدمة أبناء بلده، وخدمة المسلمين. يا الله يا الله. ولذلك نشر أخيرا موقفا عظيما في زمن يخذل فيه الحق وينجرف الناس مع الباطل. وقف مع أم القضايا، مع قضية أمة رسول الله، مع فلسطين، مع المظلومين هناك، ليواجه هذا الباطل الجارف. ولأنه مشهور فإن لموقفه أثر وشعاع ونور يهتدي به كثير من الناس. فجزاه الله خيرا، وقف ضد طوفان التزلف للمبطلين والانبطاح للمتخاذلين والمخذلين والمعوقين. فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، وسجل هذا الموقف المبارك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سابعا، أقول للجميع إن الدنيا هي دار ابتلاء واختبار، وأنها تمر بسرعة، وخير ما يخلف الإنسان بعده الأثر الطيب الذي يذكر به في الدنيا ويبيض وجهه عند لقاء ربه بذلك الموقف في الآخرة. فالإسلام مواقف، وخاصة مثل هاته وفي مثل هذه الظروف. فإن الموقف في هذا الزمان الذي انسلخ الكثير من هذه الأمة ووقف مع الباطل لا يعظم أجره على قدر مشقته وغربته. فطوبى للغرباء، قالها رسول صلى الله عليه وسلم. فمن سعى لإصلاح فساد الأمة عند فسادها فله أجر 50 شهيدا. قالوا أمنا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوان وهم لا يجدون. فهذا موقف عظيم، لنصرة الحق، لنصرة إخواننا المستضعفين. فبيض الله وجهك أخي في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن يرزقك التوفيق. واعلم أنت وغيرك وجميع المسلمين أن الوقوف مع الحق لن يحرمك فضلا يأتي به الله، ولن يعجل بحتفك. فالآجال والأرزاق
مقدرة عند ربك، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لا إله إلا الله. أخيرا، لا يسعني إلا أن أقول لك جزاك الله خيرا وأتم عليك رضا الوالدة. أسأل الله يشملك برضا والدتك وبرضا المؤمنين، وأن يحفظك ربك سبحانه عز وجل في حلك وترحالك، وأن يجري على يديك الخير الكثير، وأن يجعلك قدوة للخير، فإن قدوة الخير يأخذ أجره وأجر من يقتدي به إلى يوم القيامة. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.